هو العفريت احمد حمودي لاعب الاهلي السابق فين دلوقتي؟ في سنة 2017 الأهلي تعاقد مع الموهبة اللي مكسرة الدنيا مع نادي سموحة، واللي كان قادر يتلاعب بأي دفاع في الدوري المصري سواء الأهلي أو الزمالك، واللي كان عنده تجربة في بازل السويسري أحمد حمودي. حمودي كان لاعب أشول بإمكانيات كبيرة جدا، كان لاعب لازم تعمل له حساب، كان نادرا لما تلاقي مدافع قادر عليه، حريف، سريع، هداف، كان مكسر الدنيا مع نادي سموحة. بعد ما انضم الأهلي لعب موسمين ونص تقريبا، موسمين ونص. جمهور الأهلي مستني النسخة اللي شافها مع سموحة، مستني حمودي اللاعب الموهوب اللي عنده إمكانيات كبيرة، وهو الحقيقة ما كانش موفق خالص مع النادي لدرجة إنه ضيع ضربتين جزاء في نفس المباراة. حمودي لعب مع النادي الأهلي 38 مباراة، سجل هدفين فقط وصنع 10 أهداف. المهم بعدها سكته اتقفلت مع الأهلي ورحل، انضم البيراميدز، لعب مباراة وحيدة فقط، مش مع الفريق، لا، لعب مباراة وحيدة فقط على مدار موسمين، وده كان بسبب مشاكل في القيد، وكمان قطع في وتر أكيلس اللي جاله، وكان ده مؤثر بشكل كبير جدا على مسيرته. بعدها انتقل للمصري، سجل هدفين في 26 مباراة، وكان برضه مش حمودي اللي احنا نعرفه. ثم الموسم اللي بعده انتقل لنادي أسوان، ما كانش مؤثر وكان بيقدم مستوى متواضع وقتها. وحاليا حمودي عنده 35 سنة وبدون نادي.